بتدفع ألوفات في لمبات ليد عشان مكتوب على العلبة 30,000 ليومن و40,000 ليومن، وتنزل في الآخر بعد ما تركب الطقم وتمشي بيه تلاقي مفيش إضاءة شايفها قدامك. أنا المهندس مينا جاي لك النهارده من هيليو كار، هقول لك على شوية أسرار محدش هيقول لك عليها. تابع معانا الفيديو للآخر عشان تعرف كمان إيه العروض اللي إحنا عاملينها الأسبوع ده على اللمبات الليد. أول حاجة هنتكلم عليها في الفيديو ده هو اليومن. اليومن مش مجرد رقم مكتوب على العلبة ومش هو ده المهم. أهم حاجة في اليومن الأداء بتاع اللمبة الفعلي، يعني أهم حاجة اللمبة تصميمها صح، ما بتطلعش إضاءة مشتتة، مظبوطة، بتركب مظبوطة في الفانوس. ودي برضه من ضمن الحاجات المهمة جدا إن الفني اللي بيركب اللمبة في الفانوس يبقى فاهم هو بيركب إزاي، علشان ولا يركب لك اللمبة غلط هتدي لك إضاءة مشتتة. حتى لو أحسن لمبة في الدنيا هتلاقي الإضاءة مشتتة، هتلاقيها مش عايز تظبط معاك في الرجليش، هتلاقي مزغللة الناس اللي حواليك كلهم وأنت في الآخر مش شايف كويس. فأهم حاجة اليومن الفعلي ان اللمبه التصميم بتاعها صح، اضاءتها مش مشتته، والتركيب يكون صح. ولا بنلزق لمبه في فانوس، ولا عربيه المفروض تاخد قواعد مخصوص واحنا بنروح لازقينها عشان يقول لك اصل القواعد مش موجوده. لا، اهم حاجه تركب كل حاجه صح. تاني حاجه هنتكلم عليها بيفرق معانا في اداء اللمبه هي التبريد. اهم حاجه التبريد بتاع اللمبه، لان بعد فتره من التشغيل بيحصل حاجه اسمها خنق حجاجي لللمبه. بمعنى ايه؟ الديكودر دوت فيه زي كنترول بيتحكم في الاضاءه بتاعه اللمبه لما حرارتها تزيد عشان ما تتحرقش. فاللي بيحصل ايه؟ كل ما اللمبه حرارتها تزيد، يعني بعد ربع ساعه او تلت ساعه من التشغيل تلاقي الاضاءه ابتدت تضعف تدريجي. كل ده بيحصل ليه؟ عشان التبريد بتاع اللمبه بيبقى مش حلو، فيبتدي يعمل خنق حجاجي او يقلل الاضاءه اللي طالعه عشان اللمبه ما تتحرقش وتبتدي تبرد. فتلاقي طول ما انت ماشي بعد تلت ساعه او ربع ساعه الاضاءه ضعفت وبعد كده ترجع. اهم حاجه لما هنيجي نبتدي بقى نشتري ونبص على التبريد بتاع اللمبه، احنا عندنا التيوب النحاس ده اللي بيسحب الحراره من الشبايه بتاعه اللمبه اللي هي دي. حجم المروحه بتاعتنا قد ايه، ما نجيبش لمبه مروحتها صغيره او الار بي ام بتاعها قليل. تاني حاجه نتاكد ان جسم اللمبه نفسه من الالومنيوم علشان دوت بيساعد في تشتيت سريع للحراره، فحتى لو اللمبه حرارتها عليت بيحصل لها تبريد سريع جدا. تالت حاجة هنتكلم عليها هي تصميم اللمبة ومكان الشباية على اللمبة. الموضوع ده بيفرق جدا في توزيع الإضاءة في الفانوس، خصوصا لو بنركب اللمبة في عدسة. ليه؟ لأن أنت دلوقتي عندك التصميم بتاع الفانوس بيكون معمول إن من نقطة معينة هيطلع منها النور اللي هي بنسميها الفوكال بوينت، دي اللي بتوزع الإضاءة جوه الفانوس. فالفانوس بالتالي يقوم بوظيفته اللي هي توزيع الإضاءة على الطريق قدامك. لو اللمبة أو الشباية دي مكانها مش مظبوط، أو زي ما قلنا في الأول اللمبة مش راكبة صح، هتلاقي ان الاضاءه مشتته في كل حته، بتعمل اللي قدامك وبتضرب فوق وتحت وفي السماء وفي كل حته، لكن على الطريق هتلاقي نفسك مش شايف حاجه خالص. فعشان كده التصميم مهم والتركيب الصح مهم، وعشان كده اكدنا وبنأكد تاني على موضوع العربيات اللي بتحتاج هولدرات سبيشال او قواعد مخصوص، لازم تركب بالقواعد وما تلزقش اللمبه في الفانوس. رابع حاجه هنتكلم عليها وهي برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي الناس بتتغافل عنها، وهي حاله الفانوس. لو ركبت اقوى لمبه ليد في الدنيا على فانوس، سواء بغاته مصنفره مسرطنه مش نظيفه العواكس مكسوره، كل ده هيخليك ما تشوفش اضاءه في الاخر. عشان كده احنا في هيليو كار اول حاجه بنبص عليها هي حاله الفانوس، نشوف هل الفانوس ده محتاج تلميع، محتاج تغيير بغات، محتاج يتغير خالص. وكل ده الحمد لله متاح عندنا في هيليو كار، متاح تلميع الفوانيس، متاح تغيير البغات، كل ده متوفر عندنا. فبنكشف الاول ونقول لك الفانوس عندك محتاج يتلمع، الفانوس محتاج يتغير له باغه، او ممكن نتعامل على الفانوس على طول زي ما هو. وجينا لاخر حاجه في الحلقه واهم حاجه، العرض اللي احنا عاملينه لكم الاسبوع دوت على اللمبات الليد. العرض الاسبوع دوت على لمبات الجلافيا الاصلي العلبه الزرقاء، مع العلم ان في كذا مستوى من لمبات الجلافيا، في العلبه الزرقاء، في العلبه البرتقاني، وفي العلبه الكرتون. 3 مستويات مختلفين، دي اعلى واحده فيهم اللي هي العلبه الزرقاء. العرض معمول لو هتركب طقمين، طقم عالي وطقم واطي، هتاخد معاه طقم سهاري هديه وطقم ليد للشبوره هديه، وهتاخد خصم 50% على تلميع الفوانيس لو فوانيسك محتاجه تلميع. وطبعا عشان تستفادوا بالعرض دوت لازم تشرفونا في هيليو كار. احنا عنواننا في 66 بيه الخليفه المأمون، روكسي مصر الجديده. مواعيد العمل عندنا من 1 ل 10 مساء، واجازتنا يوم الاحد.